يا ترى تعرف ايه عن فضيحة ووتر جيت؟ طب ايه رايك يا نفيسه في فضيحه ووتر جيت؟ اهي تستاهل الفضيحه. هي مين؟ البت وتارجت. البت مين؟ البت وتارجت الصايعه بتاعت الشباك. طب يا ترى معلوماتك عن فضيحة ووتر جيت زي معلومات نفيسة ولا أعلى شوية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الأستاذ أحمد عباس وهنتكلم النهارده مع بعض عن أشهر فضيحة في تاريخ أمريكا وهي فضيحة ووتر جيت أو أحيانا بتتنطق ووتر غيت. ووتر جيت زي ما قلت هي أكبر فضيحة سياسية حصلت في تاريخ أمريكا. نرجع بالذاكرة في أمريكا لسنة 1968 وده يعتبر العام السيء جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، وده لأن ريتشارد نيكسون هنا قدر يفوز على منافسه من الحزب الديمقراطي هيوبرت هنفري بصعوبة كبيرة جدا. عايز أقول لك إن نيكسون خد نسبة أصوات 43.5% والمنافس بتاعه اصواته كانت 42%، يعني النسبه هنا كانت ضئيله. نيجي بقى لسنه 1972، دي السنه هنا اللي المفروض نيكسون هيترشح فيها تاني للانتخابات علشان يكسب الولايه الثانيه، وطبعا المنافسه برضو كالعاده من الحزب المنافس وهو الحزب الديمقراطي. هنا بقى قرر نيكسون ان يعمل عمليه تجسس على مكتب الحزب الديمقراطي في مبنى ووتر غيت. في 17 يونيو سنه 1972 بيتقبض على 5 اشخاص وهم بيزرعوا اجهزه تصنع في مبنى الحزب الديمقراطي. طبعا البيت الابيض كان على علم كبير قوي باللي بيحصل، الدليل على كده انهم قدروا يسجلوا 64 مكالمه. بسبب كده استقال ريتشارد نيكسون من الحكم سنه 1974 وتم تقديمه كمان للمحاكمه. لكن سنه 74 الرئيس الامريكي في الوقت ده جيرالد فورد بيعلن قرار عفو عن نيكسون. بس لو كان الرئيس ده لسه موجود لحد دلوقتي كان اقر واعترف بان الاستاذ بيقدم محتوى ممتاز.